نظام الملك، إلى الملك، وتحديدا مع عبد الملك بن مروان، يعني الخلافة الأموية. هنا الخلافة الأموية، مرحلة الخلافة الأموية، الأمويون. هذه المرحلة هي سيغلب فيها العقل، الجانب العقلي أكثر من الجانب الديني ولا غير ذلك، ولكن سيبقى العقل معتمدا على فكرة الروح التي طرحناها سابقا لكي يواصل، يعني لكي تنار له الطرق. معناها يعني الآن نعتمد على العقل، ولكن في نفس الوقت نعتمد على فكرة فهم المعاني وفهم الفكرة قبل تطبيقها. يعني نعرف وش معنى تلك الفكرة، أو نخترع أنا تلك الفكرة، أو آتي بتلك الفكرة، ولكن يعني لا أخذها أخذ العامة، أو أنا أنتج تلك الفكرة، أنتج تلك الأفكار، سواء بالنواحي المادية أو بالنواحي الشخصية التي سنراها فيما بعد، يعني حيث أنه يرى أن الأفكار يجب أن تكون محور توازن ما بين الأشياء والأشخاص. يعني مثلا إذا حبيت تبني بناية، فأنت بحاجة أولا إلى الفكرة، ثانيا إلى الأشخاص، وثالثا إلى المادة. هذه ثلاث عناصر. يعني الفكرة السليمة تكون محور توازن ما بين هذه الأمور الثلاثة. هنا الحضارة الأموية. تنتهي هذه المرحلة مع نهاية دولة الموحدين، مع سقوط دولة الموحدين، بسقوط دولة